السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا. كنستسمح من المتتبعين الكرام البارح ما كملتش معهم المباشر بعد مرور بضعة دقائق بسبب ضعف الإضاءة. باش نمر مباشرة هذا المباشر، هذا الفيديو هذا غنحاول ما نقطع فيه حتى شي حاجة، لأن ما عنديش الوقت باش نقطع، ما عنديش غنتكلم بكل سلاسة. آه، فكنعتذر لتعاودات بعض الكلمات، وكنعتذر لتعاودات بعض المفردات على طول هذا الفيديو هذا اللي ما غيكونش طويل بزاف. فكاين هناك حكم قضائي تاريخي صدر عن المحكمة الإدارية بمدينة بكورونيا، وراه تطرق الأستاذ الصحفي المستقل علي المرابط لهذا الخبر. لكن حيثيات الخبر دواخل هذا الخبر هذا، ودواخل هذا الحكم هذا، وتعليلات هذا الحكم هذا مازال ما خرجتش للعلن، لأنها تعليلات خطيرة وتاريخية ولها ما بعدها. إذن قررت باش نخرج بفيديو باش نوضح علاش بكل صراحة، باش نكون صريح معاكم. ما كنت بغيت ندير لا فيديو لا حتى شي حاجة، لكن النظام البوليسي في بعض الأحيان هو يدفعك عبر منابره الإعلامية إلى الخروج والتوضيح. ضروري تخرج توضح، ما يمكنش ما توضحش. ها اللي تيقول محمد حاجب ما بقاش قادر يخرج يدير فيديوهات، ها اللي تيقول محمد حاجب وكل علي المرابط ناطق رسمي باسم ديالو إلى آخره من الترهات. باش يضغط عليا شي واحد، صعيب بزاف باش يضغط عليك شي واحد في واحد الدولة اللي فيها القضاء مستقل، صعيب يضغط عليك شي واحد. فهاد القرار هذا هو فيه جوج الأطراف، فيه المخابرات الألمانية الداخلية المعروفة بالBfV، وفيها المخابرات الداخلية المغربية اللي ديال عبد اللطيف الحموشي DGST. هذه المخابرات هذه الألمانية سلمات لهذه المخابرات هذه معلومات حول هذا السيد هذا اللي الجالس أمامكم أو الماثل أمامكم محمد حاجب. القضاء الألماني قال لهم أودي المعلومات اللي كيسلم هذا الجهاز الاستخباراتي الألماني لهذا الجهاز الاستخباراتي المغربي غير قانوني. التسليم ديال هذه المعلومات غير قانوني. علاش؟ لأنه تيعرض الحياة ديال هذا الشخص هذا الماثل أمامكم محمد حاجب للخطر. علاش؟ قال لهم المحكمة قالت لهم ودي لأن التاريخ ديال محمد حاجب معروف عند هذا الجهاز الاستخباراتي الألماني. التاريخ فيه أن محمد حاجب تم تعذيبه في المملكة المغربية، وجايبين القرار ديال الانتربول، وجايبين القرار ديال سميتو ديال الفريق المعني بالاعتقال التعسفي، وجايبين ديال اللجنه الامميه لمناضله التعذيب، وجايبين امنيستي، وجايبين التقريرات ديال القنصليه الالمانيه في المغرب، وجايبين داكشي ديال المحامين ديالي، وجايبين المهم قرار امني حكم قضائي يؤكد تعذيب محمد حاجب في المملكه المغربيه. وللمرة الثالثة هذا ثالث حكم قضائي ألماني يؤكد تعرض محمد حاجب للتعذيب في المملكة المغربية. فعبد اللطيف الحموشي التحركات ديالو اللي كتقول ودي على أن محمد حاجب ما بقاش قادر أنه يتكلم على الأجهزة الألمانية، أنا تنخبر تنقول لعبد اللطيف الحموشي على أن محمد حاجب هو في موطن قوة. الآن الوضع ديالي الآن القانوني أصبح بإذن الله تعالى قوي، أو أقوى من أي وقت مضى. باش تكون عارف هذه الحموشي،
لأن الآن جميع الشكايات اللي حطيتي ضد محمد حاجب أمام وهنا لا DGST، وكيف ما قال علي المرابط على أنك عندك مشكل شخصي معايا، أنا تنقول كاين غير واحد النسبة ديال المشكل الشخصي. عندك مشكل شخصي معايا ولكن ماشي هو اللي مليون في المية الدافع، ولكن كاين واحد النسبة كبيرة. عبد اللطيف الحموشي. علاش هاد الشيء هذا كامل؟ لأن عبد اللطيف الحموشي علاش المشكل الشخصي عنده معايا تاريخ طويل من 2010 ملي بديت في إضراب عن الطعام داخل السجون المغربية ودخلوا معايا السجناء. ملي طلعت لهم السجناء الملحمة ديال السطوح 2011، ملي درت الدعوة ديال اقتحام المعتقل السري لتبارة. هذه امور اللي هذا الشيء عنده واحد التراوما. ما عرفتش شنو كتسميوها نتوما ما عرفتش، تنقولوا بالمانيا تراوما. عنده واحد عنده بحال تقول بحال واحد المرض ديال الصدمه. كيشوف محمد حاجب كيبقى يتفكر داك الشيء القديم. كيف ما انا عاوتاني في نفس الوقت عاوتاني كنعترف على التعذيب اللي تعرضت ليه من طرف الجهاز ديال الحموشي ومن طرف في السجون المغربيه. طبعا كنعيش واحد الصدمه، مساله عاديه، مساله انسانيه. وحتى عبد اللطيف الحموشي تيعاني من مساله اللي هي انسانيه كذلك. تيشوف محمد حاجب تيتفكر داك الشيء القديم، وهذا الشيء الجديد وهذا الشيء اللي مازال جاي. فمحمد حاجب غادي يا عبد اللطيف الحموشي خطوه خطوه كما تيقولوا هنا في المانيا. القضاء يعني الطاحونه ديال القضاء تطحن ب واحد السرعه اللي هي ثقيله وثقيله بزاف، ولكن الشيء اللي كيخرج من الطاحونه تيكون مهم جدا. فهنا نحن كنجمعوا في الاحكام القضائيه اللي هي مهمه ومهمه جدا، لها كما تيقولوا لها ما بعدها. عبد اللطيف الحموشي انت خايف من هذا الشيء اللي جاي فيما يخص المعتقل السياسي السابق محمد حاجب، وخايف من المصير المجهول اللي كينتظرك بعد وفاة الملك محمد السادس. لأن أيام الملك محمد السادس أصبحت معدودة، والأعمار بيد الله، وفي أي وقت يمكن يتعلن على وفاة الملك محمد السادس، لأن داك الشيء ما بقاش ليه بزاف، ما غيطولش والله تعالى أعلم. ماشي معلومة هذه ولا شي حاجة، ولكن هذا رأي تاعي أنا وداك الشيء اللي شفت. قضية عنده صعيبة. فالمصير مجهول بعد وفاة الملك محمد السادس، والملك الجديد اللي غادي يجي ضروري خصو يبدا واحد البداية جديدة. باش يبدا واحد البداية جديدة ميمكنش يبداها مع واحد عنده تاريخ أسود في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واللي متورط فيها انت عبد اللطيف الحموشي. فأنا ماشي تنقدر، ولكن أتفهم الخوف ديالك، وأتفهم هاد الحركات نقول بين قوسين الغبية اللي كتقوم بها، لأن كل حركة غبية إلا وكنستغلها أنا وكنرجعها إلى نصر اللي غيقدر تستعمل ضدك من بعد. فأنت ما عرفتش أنا واش ممكن أنه يكون شي مشروع قانون في المغرب اللي كيحاكم المسؤولين على الغباء ديالهم. يكون شي فصل كيتكلم على خاص المسؤولين يتابعوا، الا كان مسؤول غبي غيتابع على هذاك الغباء ديالو. فعبد اللطيف الحموشي بكل صراحه، شوف، واخا تجلس مع راسك وتشوف راسك في المرايه وتقول انا راه ماشي غبي، والله سيدي لا انت، واخا نقولوا ماشي غبي، واخا
نقولوا ماشي غبي. الا ما كنتيش غبي راه الله تعالى سلب منك التوفيق. الا ما كنتيش غبي سير اسيدي ما كاين مشكل، انت ماشي غبي، ولكني راه التوفيق محيدو لك رب العالمين. فين ما حطيت يدك كتخسر. فالقرار هذا الحكم هذا كيف ما قلت تيمنع على هذا الجهاز الاستخباراتي يقدم اي معلومه ولو كانت صغيره. شتي هذيك المعلومه اللي قالوا لك حموشي على انهم ما عندهمش ديك الجمله اللي قالوا لك على انهم ما عندهمش معلومات جديده على محمد الحاجب، ما عندهمش معلومات قالت لهم المحكمه هذه تا هذه ممنوع، لان محمد حاجب لا يشكل خطر لا على الامن الداخلي ولا الخارجي ديال المانيا. عييتوا ما تطيروا وتنزلوا اصاحبي. ما فهمتش انا هذا الشيء عندكم، انايا ما فهمتوش، ما مفهومش. في بلاصه ما تصلحوا ما يمكن اصلاحه وتفرجوا على المعتقلين السياسيين وتعوضوهم الى اخره، مازال غادي مكملين فيه. فاذا انا كنخبر الراي العام المغربي على ان الغياب ديال محمد حاجب ماشي كما يدعي او كما تدعي الصحافه البوليسيه. محمد حاجب ما قادرش يهضر على الاجهزه الالمانيه، والاجهزه الاستخباراتيه الالمانيه مسؤوله ومشاركه ومتواطئه مع الاجهزه المغربيه ديال الحموشي، ديال عبد اللطيف الحموشي، في الاختطاف ديالي، في التعذيب ديالي، في كل ما تعرضت له من جرائم داخل المملكه المغربيه. هذا الشيء راه عندي بالدليل انايا. الناس كاين كثير من الناس كيهضروا ما عارفين مساكن حتى شي حاجه، ما عارفين والو. والكذب الكذب 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 صباح مساء. نخليكم تكذبوا. يحيى الشعب المغربي، يحيى الشعب المغربي. يسقط الخونة، يسقط الخونة، يسقط الخونة، العملاء الجبناء. كان معكم المعتقل السياسي السابق محمد حاجب شخصيا en personne. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.